شفت الاهلي بيفاوض مين؟ لاعب ريال مدريد السابق. الفيديو ده هيحبه كل الاهلاويه قوي يا ابو الكباتن. الاهلي بدا يتحرك رسميا في سوق الانتقالات الشتويه لتدعيم الفريق علشان كاس العالم 2025، وكمان علشان البطولات الكتير اللي بيلعب فيها الاهلي ما شاء الله. ومن ضمن الصفقات دي يا ابو الكباتن كانت صفقه ماريانو دياز لاعب ريال مدريد واشبيليه السابق. صحيفه ماركا الاسبانيه بنفسها فجرت مفاجاه وقالت ان اللاعب صاحب لقبين دوري ابطال اوروبا ماريانو دياز يتفاوض مع النادي الاهلي المصري حاليا. واوضح التقرير كمان ان من الممكن ان يوقع دياز على عقد مع النادي الاهلي، خاصه وانه بدون نادي في الوقت الحالي بعد ما رحل عن صفوف اشبيليه بعد نهايه عقده في الموسم الماضي. وكان الاهلي ابو الكباتن قد اعلن التعاقد مع حمدي فتحي لاعب الوكره القطري للمشاركه مع الفريق في كاس العالم للانديه 2025. وكمان في تقارير ذكرت ان الاهلي بيعمل على اعاده عبد المنعم وتريزيجيه للمشاركه برضه معاه في كاس العالم للانديه. ده غير كمان ان ممكن لاعبين يرحلوا عن النادي زي محمود كهربا وبيرسي تاو وخالد عبد الفتاح. فهل انت كاهلاوي ابو الكباتن تتمنى تشوف ماريانو دياز بقميص الاهلي ولا لا؟